احنا النهارده قررنا نسال التيم شويه اسئله ونعرف طريقه تفكيرهم من خلال اجاباتهم على الاسئله دي. يلا بينا. تفتكري ليه لازم نعمل كونتنت قوي؟ لازم الكونتنت يبقى ميكس ما بين الكرياتيفيتي والانتنت والاناليسيس. تمام، جامد جدا والله. طب تفتكر ليه المايند سيت اهم من اي تول؟ عشان العقليه اللي بتستخدم التول اهم من التول نفسها. لو قدرت تظبط عقليتك كماركتير صح تقدر تستخدم التول بشكل صح. جامد جدا. طب ايه هي نسبه استخدامك للاي اي في شغلك؟ ممكن تكون نسبة الاستخدام للاي اي في الشغل حوالي بنسبة 30%، لان الاي اي بيتقسم جنريشن وستوك. دي بتبقى فيديوهات لوحدها ان انا ممكن اعمل فيديو كامل بالاي اي، او ممكن فيديوهات تانية ان انا اضيف فيها لقطات من الاي اي. تمام، حلو قوي. تفتكر ليه لازم يكون عندنا معرفه عن كل اقسام الديجيتال ماركتنج؟ طيب هو احنا عامه بيبقى عندنا معرفه عن كل اقسام الديجيتال ماركتنج عشان نقدر نربط بين السكشنز دي وبعضها، زي الاد والسوشيال ميديا والكونتنت والكوبي رايتنج والاس اي او، عشان نعرف بس ايه الروابط اللي بين كل السكشنز دي وبعضها وايه تاثير كل سكشن فيهم على البيزنس، ونختار بقى انهي سكشن فيهم هيساعدنا ان احنا ناتشيف الاوبجكتيفز بتاعتنا. لو عايز تتعلم كل ده صح واكتر كمان سيب لنا كومنت وهنكلمك دلوقتي.